بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين نجم الزمالك في كل مكان، عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. حلقة خفيفة كده لأنه كلنا عارفين إن جون إدوارد والمسؤولين في نادي الزمالك في الوقت الحالي عايزين يقفلوا على الفريق بشكل كامل، وبالتالي الأخبار اللي احنا بنجيبها يعني بتبقى فيها صعوبة إن هي أصلا نعرف نطلعها. خلينا نتكلم معاك بأول الأخبار وأول الكواليس اللي معانا بتفاصيل الجلسة النارية ما بين جون إدوارد ويانيك فيريرا داخل نادي الزمالك. خلينا نتكلم معاك إن جون إدوارد أبلغنا إن هيناقش مع المدير الفني يانيك فيريرا 3 ملفات مهمين جدا جدا. رقم واحد موقف سيف الدين الجزيري، ولما اتكلمنا مع الراجل أكد لنا انه يعني تقدر تقول ايه، جون ادوارد في عنده تخوف من فكرة ان سيف الدين الجزيري لو اخذ او حصل على ورقة انه مش بيشارك او انه يعني عنده عزلة من التدريبات فهيشتكي بها الزمالك ويعني فيها تحصل مشاكل مع الزمالك. ولكن يانيك فيريرا صدمنا وصدم الجميع ان الراجل اكد لنا انه هيسمح لسيف الدين الجزيري وهيعطي له فرصة المشاركة مع نادي الزمالك في مباراة النادي المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري بإذن الله. كمان بالنسبة لي يعني المستبعدين من اللقاءات اللي فاتت أمام يعني وادي دجلة أو حتى فاركو، الراجل أكد لنا برضو يانيك فيريرا إن احمد ربيع هيكون في التشكيل الاساسي لمباراه نادي الزمالك، وحاليا الراجل تم شفائه من الاصابه بشكل كامل وبيتم التجهيز ليه عشان يبدا مباراه المصري، في ظل غياب محمد شحاته عن نادي الزمالك. ونبيل عماد دونجا لو شارك مع المنتخب مش هيشارك مع الزمالك، لو شارك مع في مباراتين المنتخب او مباراه واحده مش هيشارك مع الزمالك. اما لو الراجل ما شاركش فهيبقى خط نادي الزمالك مكون من احمد ربيع، نبيل عماد دونجا، وقدامهم ناصر ماهر. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبه لامر المستبعدين ده وعبد الحميد معالي وعمر او عمرو ناصر. الراجل اكد لنا ان الثنائي لسه ما نالوش الثقه الكامله في ظل تعلق عمرو ناصر في التدريبات. مش عمرو ناصر وحده، لا ده في لعيبه كبيره ومنهم كمان عبد الحميد معالي، ولكن الراجل تقدر تقول ايه، يعني في حاجه منعاه انه يشارك او يشرك الاثنين معاه في المباريات. فهنشوف خلال الفتره اللي جايه هل الراجل هيغير قناعاته ولا الراجل يعني هيكون مستمر على قناعاته. كمان خلينا نتكلم معاك ان جون ادوارد يعني سأل الراجل سؤال واضح كده ومباشر، انت عايز مراكز ايه يتم تدعيمها في يناير؟ كان رد الراجل بسيط وصريح، ان انا بعد الجولة العاشرة اقدر احدد يعني المراكز اللي انا محتاجها في الملعب. على ذكر المراكز، نادي الزمالك يعني قرر تدعيم مركز الظهير الايمن في ظل ان عمر جابر هو الوحيد في الظهير الايمن مع نادي الزمالك في الوقت الحالي. مصدر مؤكد اكد لنا ان نادي الزمالك استقر على تدعيم مركز او الجبهة اليمنى في الدفاع بثنائي وهما احمد عيد وبارون اوشنج اللاعب الكيني. طب المفاوضات وصلت لحد فين مع الثنائي؟ بالنسبه لبارون اوشن كلنا عارفين ان الراجل خلص كل حاجه مع نادي الزمالك والاتفاق تم، ولكن المشكله في قيد اللاعب. خليني اقول لك بالنسبه لاحمد عيد نفس الامر، الزمالك مخلص مع الراجل كل حاجه، ولكن الاتفاق مع اللاعب مش مع اداره النادي المصري. فانت كده لسه باقي يعني تقدر تقطع شوط كامل عشان تخلص الصفقه مع النادي المصري، تقطع مفاوضات كبيرة، لأن النادي المصري عنده صعوبة شوية في التخلي عن أحمد عيد. وكمان نبيل الكوكي المدير الفني المصري سمح للإدارة إنها تبيع أحمد عيد، لأن الراجل عنده كريم العراقي والراجل مقدم مستوى مميز. بالنسبة لمفاجأة ميكالي ونادي الزمالك، كايو زيلان ده وكيل أعمال روجيه ميكالي. الراجل يعني أكد إن الأهلي لم يتفاوض مع روجيه ميكالي في الوقت الحالي، وده في ظل رغبة من نادي الزمالك في التعاقد مع المدرب البرازيلي. أكد لنا كايو زيلان يعني وكيل الراجل إن الزمالك تواصل معاه خلال ال 24 ساعة اللي فاتت، وده لخلافة يانيك فيريرا بعد فترة التوقف الدولي. خليني أقول لك كمان إن كانت في تصريحات مهمة من روجيه ميكالي إن الراجل هيعود لمصر قريبا جدا جدا. فأنا مش عارف حاليا الراجل ده هيعود للمنتخب ولا هيرجع للزمالك للأمانة يعني، ولكن كل المعلومة اللي عندي ان انا قلت لك الراجل اكد انه هيعود لمصر، وكمان وكيله اكد ان الزمالك في مفاوضات معاه، ولكن ما عرفش المفاوضات وصلت لحد فين للامانه يعني. ولكن رجي ميكالي هيبقى اضافه واضافه قويه جدا جدا لنادي الزمالك، لان الراجل بيجيد التعامل مع الشباب. وانت شايف دلوقتي عندك محمد شحاته، محمد السيد، حسام عبد المجيد، ومعظم اللعيبه الشباب عندنا في نادي الزمالك.
حتى اخوانا الفينا عنده معرفة شخصية مع المدير الفني البرازيلي روجيه ميكالي. فده هيكون اضافة قوية واضافة فنية، يعني تقدر تقول عليها ايه، اضافة فنية تستحق الدعم من جمهور نادي الزمالك. كمان خلينا نتكلم معاك في غياب محمود حمدي الونش وتغريمه 50,000 جنيه، وغيابه 3 مباريات عن نادي الزمالك. هيغيب مباراة المصري والإسماعيلي والجونة، وهيرجع على مباراة القمة. البديل بنسبة 90% هيكون محمد إسماعيل، ولكن الراجل لسه ما حددش. في قناعات بصلاح الدين مصدق والراجل مقتنع بصلاح الدين مصدق، ولكن هل محمد اسماعيل هيقدر يثبت للراجل في التدريبات اللي جايه قبل مباراه المصري، هيثبت للراجل ان هو يستحق المشاركه؟ ده اللي هنشوفه خلال الفتره اللي جايه، وهبلغه لحضراتكم لحظه بلحظه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.